مرحبا بك يا أخي العزيز، مرحبا بك في بلدك المغرب. سواء كنت معنا في المملكة المغربية أو في بلاد المهجر، استعد وهيئ نفسك للضربة القوية التي وجهها السيد فوزي لقجع لجمهورية العالم الآخر. وبهذه المناسبة نهنئ السيد لقجع بالفوز التاريخي بمنصب النائب الأول للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. تابع معنا للآخر السيد محمد السباعي والأستاذ سكدور، ولا تنسانا بالدعم والاشتراك في قناة ندخل معكم إخواننا الكرام إلى الأخبار الرياضية. أخبار، ونبداوها لكم بواحد الحكم جزائري. اليوم كتنظم كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة في مصر. قبل أيام شفنا حفل توقيع واحد الشراكة ما بين الخطوط الملكية المغربية وكذلك الكاف. هاد الشراكة بدات كتعطي الثمار ديالها، يعني اليوم الكاف غادي يولي يدير الاشهار للشركه المغربيه في جميع الملتقيات والدوريات التي ينظمها الكاف، وهي بدات في مصر. القميص ديال الحكام في هذه البطوله عليه شعار الخطوط الملكيه المغربيه، وتشاء الصدف ان اول حكم يلبس هذا الشعار هو الحكم الجزائري حسام بن يحيى. إذا مستقبلا الجزائر إلا بغيتوا تنظموا شي بطولة إفريقية راه غديروا الإشهار للخطوط الملكية المغربية، الله يطريه لكم في قنواتكم في جميع التفاصيل المتعلقة بالإعلام والإشهار ديال هذه البطولة. وهاد اليامات واحد العامين هادي درتوا حرب على الخطوط الملكية المغربية بحظر الأجواء. دابا الله يطر لكم غتولي ديروها في تفاصيلكم كلها، غتولي ديروا الإشهار للخطوط الملكية المغربية. الآن ضربة أخرى يوجهها القجع لعمي تبون. درنا اتفاقية مع الكاف أنه مستقبلا أي تنظيم رياضي بخصوص التأمين ديال كأس إفريقيا ولا الدوري أبطال إفريقيا ولا الكونفدرالية الإفريقية ولا الرابطة أبطال إفريقيا للسيدات ولا غيره، هاد التنظيمات الرياضية كلها غادي يكون النقل الحصري ديالها للرام، الخطوط الجوية المغربية. يعني أننا غادي ندخلوا للجزائر، الطائرات ديالنا غادي يدخلوا للجزائر بقوة لاكاف، وغادي نقلوا اللاعبين الجزائريين فوق الخطوط المغربية الجزائرية. وأيضا الأقمصة غادي يكون فيهم الإشهار ديال الخطوط الجوية المغربية في الأقمصة ديال جميع الدول المشاركة في الملتقيات الرياضية الأفريقية بما فيهم الجزائر وتونس وليبيا. كما أن اللوحة الإشهارية في أي بلد من هذه البلدان غادي تكون فيها إشهار للخطوط الجوية المغربية.